جربت تعمل الشيش طاووق في البيت؟ لو لأ فأنت محروم، ولو فاستنى شوف طريقتي. ندوق بقى العظمة دي، بسم الله. استنى، صلي على رسول الله. يلا لايك وفولو وتعالى معايا أقول لك الطريقة. هنجيب زبداية بلدي ونحطها في بولة كبيرة، معلقة عسل نحل كبيرة وانزل بيها على الزبادي، زود معلقة مستردة كبيرة ومعلقة كاتشب كبيرة، انزل بخلطة بهارات ماجي للشيش طاووق، رشتين فلفل اسمر ورشة ملح ونقطتين خل، يلا زود ربع معلقة سمنة بادر الزيت، قلب قلب لحد ما الخلطة تبقى جاهزة. نحضر نص كيلو فراخ متقطعة تقطيعة شيش، تكون مكعبات على قد ما نقدر قد بعض، ننزل بالفراخ على الخلطة وقلب قلب لحد ما الخلطة توصل لكل حتة، ونبعتها على التلاجة تقعد قد ساعتين 3، ويفضل لو تبات في التتبيل. بعد ما تطلع نكون مجهزين شرايح فلفل الوان احمر واصفر واخضر مع البصل مع شويه عيدان الشيش اللي نكون نقعينها في ميه لمده ساعه قبل ما نستخدمها علشان ما تتحرقش من الحراره. يلا بقى حط في العود شريحه بصل وبعديها شريحه من الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر وقطعه شيش، وعيد ده كله لحد قبل اخر العود. اهم حاجه تسيب جزء كويس في اول واخر العود علشان التقليب وعلشان نقدر نمسكه منه. وده شكل العيدان بعد ما خلصناهم. النص كيلو بيعمل حوالي 6 ل 7 عيدان، شكلهم قبل ما يستووا يفتح النفس. تقدر تسويهم باي طريقه في الاير فراير لو عندك واحده كبيره، او شوايه بوتاجاز او فحم، او حتى في الفرن. في كل الحالات هيطلعوا احلى حاجه عشان انتوا اللي عاملينها. وبألف أنعلى، ولو بتسمعوا معايا الصوت ده كده يلا دلع نفسك وزين طبقك بالشكل اللي تحبه. يلا اعملوها ووروني صور اطباقكم مزينينها ازاي. صليت على النبي ولا لا؟ طب يلا اعمل لايك ومتابعه بسرعه عشان اللي جاي كله دلع.